يا صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اسعد احوالكم. ايه رأيكم عايزين نعملوا شوية كوكيز النهاردة؟ الكوكيز طبعا كل الناس بتحبه، كبار وصغيرين، كل الاطفال بيحبوه. طبعا هو بيبقى غالي عند الحلوانية الكبار، لكن في الفرن طبعا بيبقى مش حلو يعني بصراحة. فاحنا بنحب نعمله كده بزبدة بلدي او سمنة بلدي كده في البيت بقى، ومكونات حلوة ونضيفة، وانت عاملاه في بيتك بقى وضمناه بصراحة يعني. فايه رأيكم بقى كده نيجوا نعملوه مع بعض ونشوفوا احنا عملنا ايه؟ بصوا عاملين هنا بالشوكولات وعاملين بالفانيليا ابيض. هو حاجات بسيطة وكلها مكونات بسيطة. احنا طبعا عارفين ان الكوكيز ده يعني مكوناته بسيطة جدا وما بياخدش يعني كله عمايله كلها 10 دقايق، مفيش غيرها، وهيعجب اطفالك. تقدري تاخديه معاكي هدية كده لضيوف، يعني تقدميه لضيوفك او تاخديه معاكي هدية كده لاي حد. بصي بقى، احنا معانا هنا كوبايتين دقيق، بس هي كوبايتين الا ربع دقيق، والربع التاني انا بحطه نشا. ليه النشا بقى؟ علشان بيخليه ناعم كده وجميل. وانا حطاله رشة ملح ورشة بيكنج باودر، وعندي هنا معلقه بيكربونات الصوديوم او الصودا قصدي، او كربوناته زي ما بنقول. هنا نص كوبايه الا ربع سكر بودره، كوبايه الا ربع سمنه، عايزه تحطي زبده نيوزيلندي او فرن اللي يعجبك. هنا بيضه مفيش غيرها. وطبعا طالما في فانيليا لازم، ما في بيضه يبقى لازم نحط الفانيليا. وده كاكاو اسباني، احلى حاجه تجيبي كاكاو اسباني لانه بيبقى غامق جدا وحلو، بلاش الفاتح ده. مهما تحطي فيه يعني مش بيدي لون حلو زي الكاكاو الاسباني بصراحة. طبعا هيبقى معانا شوكولاتة شيبسي. هنا احنا حطينا السكر وحطيت السمنة اهو. طبعا هي السمنة يعني سايحة شوية علشان احنا في فصل الصيف. انا هضربها شوية كده بالمضرب، بس يعني اخلط السكر مع السمنة شوية. إيه، وبعدين هحطها شوية كده يعني في التلاجة لمدة يعني ربع ساعة او حاجة، تكون يعني جمدت شوية. هنا انا نخلت الدقيق طبعا وحطيت عليها معلقة الكربوناتو. طبعا المعلقة هنا كانت كبيرة شوية، فهنقوله يعني قولي معلقة ممسوحة صغيرة من بتاعة الشاي دي الكربوناتو. وهنحطها بقى ويعني ونخلطه مع بعض كده كويس. قلبيه بقى كده كويس. وبتيجي بقى ايه، اعملي الخطوات. انا طلعت السمنة من التلاجة وضربتها كمان ضربة حلوة كده لحد بصوا السمنة اللون الاصفر بتاعها اختفى خالص وبقت بيضة. انا حطيت بيضة اهو، البيضة مع حبة الفانيليا حطيناها اهو. وهنضربها كمان يعني ضربتين بس كده، يعني في ثواني بس كده تختفي البيضة. هنحط بقى الدقيق بتاعنا كده بالتدريج علشان ما يكتمش معاكي او يكبس معاكي. احنا هنحطه واحدة واحدة كده، مع ان انا عارفة ان هي مقاديره هتطلع مظبوطة جدا. هنقلبه بقى كده بسباتيلا سيليكون او بايدك زي ما انت عايزه. المهم ان انت ما تعجنيش فيه كتير عشان ماده اللي في الدقيق، الماده اللي في الدقيق الجلوتين ما يديكيش عرق للعجينه بتاعتك، فيعضم معاكي البسكوته وتلاقيها مكتومه ومش حلوه. هنحط هنا بقيه الدقيق والنشا زي ما احنا ما قلنا. النشا طبعا بيدي خفافة كده ونعومة كده جميلة للبسكوتات بتاعتنا. هنقلبها بقى هنا يعني كويس. انا بقى هسيب المعلقة دي
وهقلبه بايدي. هنقسم العجينة كمان، هنعمله حتة كده منها بيضة بالفانيليا، وهنعمل حتة كده بالشوكولاتة. ولو حبيتي تحطي مع الشوكولاتة كمان نص معلقة بن أو نسكافيه، بيديكي طبعا طعم في منتهى الجمال. أنا جبت هنا صينية مربعة كده، دهنتها مادة دهنية. عايزة تحطي معلقتين زيت، معلقة زيت كده وتمسحيها بمنديل، أو تحطي سمنة. أنا حطيت هنا سمنة. هبتدي بقى اعملها كور كده حلوه، يعني معقوله، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. شايفينها؟ بصوا مش مشققه ازاي. طبعا هي لو شققت منك على طول دي تبقى محتاجه معلقه سمنه، او حط لها يعني معلقه لبن لو عندك يعني. هنسيب طبعا فراغ بين كل واحده وواحده علشان ده يعني ما تبططهوش قوي، لان ده هيفرش مننا وهيزيد حجمه طبعا جوه الفرن. فما تحطهوش قوي جنب بعض، يعني خلي فيه مسافة بين كل واحدة وواحدة. شايفينها؟ بصوا جميلة ازاي، ناعمة وحلوة ومش مشققة ولا اي حاجة. هنرصوه بقى كويس كده في الصينية بتاعتنا. ممكن كمان تاخدي حتة من الشوكولات وحتة من البيضة، تعمليها بلبوعتين حلوين كده، وتروحي جاية عادي برضو مكوراهم كده، هيطلعوا لك لون كده رخامي في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. و... وبقوا لونين في بعض. بدل ما تاكلي واحدة بالفانيليا وواحدة بالشوكولاتة، اختصري وكلي واحدة بس فيها كل اللي انت عايزاه. زي ما حضراتكم شايفين، بصوا شكلها. دي واحدة تانية برضو شكلها بصوا جميل ازاي. وممكن تحطي كورتين شوكولات وواحدة فانيليا، او العكس يعني، هتطلع برضو حلوة. بصوا انا رصيته كده هنا. الشوكولات شيبسي دي طبعا الدنيا حر، ففي الشتاء اشتغلي بيها زي ما انت عايزة بدرجة حرارة الغرفة. اما في الصيف طبعا بتسيح، على بال ما تمسكيها وتيجي تحطيها هتكون ساحت في ايدك وهتبوظي الدنيا. فانا كنت حطاها شوية في الفريزر على بال ما اعمل كل المكونات بتاعة العجينة. ما خدتش مني 10 دقايق الحقيقة. وبرضه هتاخد في الفرن يعني يتهيألي ربع ساعة أو يمكن أقل من ربع ساعة خبيز. هنحطوها بقى هنا كده يعني بطريقة عشوائية كده. لو انت عايزة بقى ترصي وفاضية بقى كده وليكي خلق وعندك صبر ترصي واحدة واحدة كده يعني رصيها. لكن انا حطيت هنا بطريقة عشوائية كده. انا كنت عملته معاكم قبل كده في القناة، وكان شكله حلو قوي برضو، كان على العيد الكبير. بصي لازم تضغطي على الشوكولاته الشيبسي دي، لازم تضغطي عليها ضغطه خفيفه بس كده، لان اللي انت لو حطيتيهم فوق الوش وسبتيهم هيبقوا من فوق. اول ما يطلع من الفرن تيجي تمسكي الواحده، الشوكولاته دي هتقع منك، مش هتبقى ثابته في العجينه. فاحنا بنضغط عليها، يعني اضغطوا عليها كده ضغطه صغنونه. طبعا هنحطها بقى كده هنا في الفرن. الفرن انا مشغلاه بقاله ربع ساعه على نار عاليه طبعا. إيه كده هو سخن خلاص. إيه هتحطي بقى الشبكه بتاعتك في النص، ما تحطوش ولا تحت قوي ولا فوق قوي. والفرن بقى وطيه شويه كده وخليه درجه حراره متوسطه، يعني مش عاليه عشان ما يتحرقش منك. ادي كده انا حطيته كده في السرفيس ده اهو. ادي اللي بالشوكولاته، وادي اللي احنا عملناها اتنين مع بعض. بصوا شايفينها؟ بصراحة كان يعني طعمه مقرمش كده وجميل، يعني هو مقرمش ومش ناشف، لأ ده مقرمش وناعم جدا. والتسوية بتاعته جميلة. بصوا طالع لونه هادي كده وجميل. وبصوا وكبر شوية هو ونفش كده، والواحدة بقت حلوة تملى العين يعني. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت تعملوا لايك، اوعوا تنسوا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وجديد من مطبخي أنا سومة. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.